أسمر يسمراني مين أسك علي لو ترضى بهواني برضو انت الليلي. أسمر يسمراني مين أسك علي لو ترضى بهواني. أنا ننصح كل واحد معناها يفقد البصر، ما يقولش حياتي وفات، وما يقولش يلزمني نقعد شد فرشي ونقعد نبكي. لا بالعكس، لازم نواجه الحياة، خاطر الحياة ما توفاش وقت اللي انت تفقد البصر. بالعكس ربي يعطيك فرصة أخرى للحياة، ويمكن هو ابتلاء أما يمكن تلقى به أبواب أخرى للحياة. بهذه الكلمات زرعت فرح بصيصاً من الأمل في حياة قست عليها بفقدان بصرها، داعية المكفوفين إلى النسج على منوالها رغم العتمة التي تحوم حولهم. فرح جبوي، عمري 28 سنة. كنت نعيش حياة طبيعية، قريت حتى البكالوريا. فجأة مرضت وتعكرت صحتي، وبالمرضى اللي صارت لي فقدت البصر. قعدت شادة الدار وشادة فرشي بالأخص عامين كاملين. كيف شديت فرشي قعدت مرة نبكي مرة نغني، مرة نبكي مرة نغني. اكتشفت اللي صوتي مزيان، اكتشفت اللي الفن هو المنفس الوحيد اللي خلاني نخرج من العزلة اللي أنا فيها. فرح فقدت بصرها، لكن الله عوضها بصوت شجي كان متنفساً لها في محيطها الضيق لتخرج من عزلتها وتقبل على الحياة بحلوها ومرها. شجعني الوالد باش نمشي للكونسيرفاتوار، وأمي معناها شجعتني وما خلونيش معناها نطيح في المرضى نتاعي اللي هي معناها ماهيش مرضى عادية. كما تعرف أنت واحد يفقد البصر ما هوش سهل حتى طرف. لقيت ناس فرحوا بيا وناس حبوني مالغري لي انا مانيش كيفهم، اما هما حبوني وقبلوني ورحبوا بيا في وسطهم ودخلوني في العروض، وانا شاركت في العروض معاهم ووقفت على برشا مسارح. والفن معناها شجعني ياسر ورجع لي ثقتي في روحي. لولا الملامة يا هوا، لولا الملامة لفرت جناحي على الهوا زي اليمامة، واطر ورفرف في الفضاء. ما هي سهلة مرض الفرح، مرينا بصعوبات كبيرة برشا، واحنا ضحينا معاها ووقفينا معاها ونشجعوا فيها ديما باش وقفناها ورجع ثقتها في روحها وخرجت للحياة الحمد لله يا ربي. قلت لازمني نعمل حياتي، ولازمني نوقف على ساقي، ولازمني حتى حد ما باش يدومني في الدنيا هذيا، ولازمني انا نشوف كيفاش باش نعيش نهار اخر. حياتي مش باش توقف في النقطه هذه، فما برشا حاجات اخرين لازمني نخمم فيهم. قلت لا، لازم نشوف حل. قعدت نبربش حتى لي طحت بالفورماسيون هذه نتاع سيدي ثابت، وهي لقيت سونتر مكفوفين تاع سيدي ثابت هذا. في صحيح هو معناها سونتر يقريك البراي وسونتر يخرجك ستاندارديز، اما كمان حاجه تخليك نهار اخر تلقى باش تعيش. صحابي الاخرين الكل كيف ما يشوفوش، وزيد هما عطاولي ثقه اكثر في روحي، خاطر لقيت روحي نجم نتعايش اكثر مع العباد هذوكم، خاطر كل عام نفس المرضى كل ما نشوفوش وكل ما نستعرض من بعضنا، خاطر اللي عندي عندهم واللي مسني مسهم. بالرغم اللي هما معناتها كل واحد من ولاية حبيتهم حسيتهم قراب ليا، هو مش قاعد يشوف وانا مانيش قاعدة نشوف، الكل عندنا نفس الإعاقة، معناها ما نجموش نكذبوا على بعضنا. أول ما جيت كانت نفسيتها ظاهرة واضحة بالكدا، اللي هي كانت منعزلة، كانت خايفة، وكانت شوكي من عباد الكل ورافضتنا الكل. أما الحمد لله نفسيتها تحسنت بالكدا، في القراية صبرا. نحن عبارة عائلة واحدة من أول ما جينا
اللي بشوف 6 شهور هذا نفرح ياسر نشوف اللمة اللي بيناتنا وكيفاش نعاونوا بعضنا ونحسوا ببعضنا وكيما العائلة كاملة. أنا في انتظارك خليك، أنا في انتظارك خليك، ناري دلوعي وحاطيك ايدي على خدي وعديك. فنانة أمنيتي نقف على مسرح جرش ان شاء الله ان شاء الله. ونعمل برشا عروض في برشا بلايص في برشا بلدان العالم العربي. حابة تولي مشهورة في العالم تولي العربي مشهورة ان شاء الله. نتمنى لك النجاح والشهرة والتوفيق